السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل اللي بيتابعونا على قناتنا. احنا النهاردة هنشرح الدرس الرابع اللي هو بيتكلم عن حقوق الأطفال. الدرس الرابع دي في آخر وحدة اللي هي الوحدة الثالثة. درس سهل جدا وبسيط. هنقسم الدرس ده إلى جزئين. لكل طفل ليه حقوق وليه واجبات. ايه الفرق يا مس ما بين الحقوق والواجبات؟ الحقوق يعني ان الطفل من حقه ايه الحاجات اللي المفروض نوفرها له، الحاجات اللي المفروض الطالب ياخدها تبقى بتاعته، ده حقه. اما الواجبات الطفل اللي هو مفروض عليه يعملها، ملتزم عليه التزامات وواجبات مفروض يعملها اتجاه بقى اسرته، اتجاه البيئة، اتجاه اي حد، لازم فيه واجبات عليه يعملها. طب انا هاخد اول حاجة حقوق الاطفال. ايه هي حقوق الاطفال اللي هي من حقهم؟ اول حاجة لازم ان احنا نختار له اسم مناسب، اسم لازم يكون اسم كويس. تاني حاجة الرعاية الصحية، نهتم بصحة الأطفال. 3 التعليم والترفيه، إن احنا نعلمه تعليم جيد بالإضافة للترفيه. رابع حاجة اللي هي الرعاية، هي مكتوبة هنا الصحية، لا هي الرعاية الأسرية، إن الأسرة تهتم بيه. خامس حاجة المسكن اللائق، إن يعيش في مسكن كويس مناسب. سادس حاجة التغذية الأساسية، إن هو يتغذى كويس. اخر حاجة الحماية، ان احنا نحمي الطفل ده من اي نوع من التمييز او اي نوع من انواع العنف. طب انا عرفت دلوقتي حقوق الاطفال. ايه بقى جهود الدولية والمحلية لحماية حقوق الاطفال؟ طبعا هناخد اول حاجة الحقوق الدولية. الجهود الدولية قصدي، الجهود الدولية اللي هي الجهود العالمية. ما تفتكرش ان الجهود الدولية دي قصده دولة مصر، لا، في فرق ما بين الجهود الدولية والجهود المحلية. لو قال لك الجهود الدولية يبقى قصده على إن العالم الدولية، اما لو قال لك الجهود المحلية يبقى قصده على دولة مين؟ دولة مصر. طب ايه هي الجهود الدولية اللي هي اهتمت بحماية حقوق الطفل؟ عملت ايه؟ عملت اتفاقية بين بعض الدول علشان تهتم بحقوق الطفل. الاتفاقية دي كانت سنة 1989 وأصدرتها مين؟ الأمم المتحدة. طب هم اتفقوا على إيه؟ اتفقوا إن لكل طفل ليه الحق في إيه؟ في 3 حاجات: الرعاية والحماية والمشاركة. الرعاية ان احنا نهتم برعاية الطفل ده، نوفر له المسكن، الغذاء، التعليم، وقت للعب والترفيه. طب الحماية ان احنا نحميه يعيش في بيئة آمنة، بيئة كويسة. المشاركة ان هو يشارك في اتخاذ القرارات، ما نسيبش الطفل كده من صغره، لا خليه يشارك في اي قرار، ده هيأثر في حياته بعد كده. يبقى دي اللي انا بتكلم عنها، دي الجهود الدولية. طب الجهود المحلية اللي هي ايه؟ اللي هي دولة مصر. مصر عملت ايه بقى علشان تهتم بحقوق الطفل؟ عملت ليها 3 حاجات. اول حاجه دستور مصر، كلنا عارفين الدستور اللي واخدينه قبل كده في علم مصر اللي هو كان دستور 2014. خدنا ماده قبل كده في علم مصر اللي هي 223. هنا عندي ماده دي رقم 80. الماده الرقم 80 في دستور 2014 بتقول ايه؟ ان الطفل ليه الحق في الرعايه والتعليم والصحه والمسكن. طب عندك كمان عملت قانون للطفل. القانون ده قال ايه؟ ان مفروض الطفل لازم نحميه من اي نوع من التمييز. عملت خط اسمه خط نجدة الطفل، اللي انت تتصل على الخط ده رقمه كام؟ اللي هو من الشمال 16000. دي علشان تبلغ عن اي حاله، لو شفت في الطفل مثلا بيتعرض لاي شكل من اشكال العنف وانتهاك حقوقهم وكده، كل الحاجات دي تتصل على خط نجدة الطفل. يبقى دي اسمها الجهود المحليه اللي الدوله عملتها علشان تحمي حقوق الطفل. طب الدوله اهتمت بيه الاطفال الاسوياء بس؟ لا، اهتمت بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة كمان، وعملت مادة برضو في دستور 2014. المادة دي رقم 81. اختصت ايه بالمادة دي؟ ان الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من حقهم برضو زي الأطفال الأسوياء لهم تعليم ورعاية صحية وخدمات، كل ده بتلبي احتياجاتهم في الأماكن العامة. يبقى انا دلوقتي عرفت جهود مين؟ جهود الدولة اللي هي مين؟ اللي هي الجهود المحلية اللي هي دولة مصر، اهتمت بالاطفال العادية، الاطفال الاسوياء والاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. وطبعا عندنا شخصيات كتيرة جدا قابلتنا في حياتنا من ذوي الاحتياجات الخاصة وقدروا يكملوا وما استسلموش وكان عندهم امل، زي شخصية احنا هندرسها اللي هي شخصية الدكتور طه حسين لما فقد بصره، وعلى الرغم كده
كمل وبدأ يعني زي ما قلنا لكم كمل تعليمه، وبدأ خد ماجستير ودكتوراه وتواصل وأصبح عميد الأدب العربي. فعلشان كده بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة مفيش حاجة اسمها ان هم ذوي الاحتياجات الخاصة لا ملهمش الحق في الحقوق اللي احنا قلنا عليها، لا لهم الحق زيهم بالظبط زي الأطفال الأسوياء. يبقى أنا دلوقتي اتكلمت عن الجهود الدولية والجهود المحلية، كده اتكلمنا عن حقوق الأطفال. طب إيه بقى واجبات الأطفال؟ إيه واجب الطفل؟ خلاص الطفل من حقه إحنا وفرنا له كل حاجة، يدلنا بقى يعمل إيه بقى؟ يلتزم بالمذاكرة وأداء الواجبات المدرسية، دي دوره بقى، إحنا وفرنا له كل حاجة. هو بقى مفروض يعمل إيه؟ يذاكر كويس، يعمل الواجبات المدرسية. تاني حاجة يساعد أفراد الأسرة في بعض الأعمال المنزلية، المحافظة على البيئة اللي هو بيعيش فيها، يساعد على تنظيفها وتجميلها، ويبدأ يزرع أشجار ويحافظ على البيئة من التلوث. كمان يلتزم بالقواعد والقوانين، الدولة بتحط قواعد وقوانين مفروض نمشي عليها، زي مثلا اتباع اللي هي القواعد المرور، مفروض الطفل يكون عارف القواعد المرورية ما يخالفش القواعد ده. علشان كده دي اسمها واجبات مين؟ واجبات الطفل. يبقى احنا درسنا النهاردة اتكلمنا فيه عن حاجتين مهمين جدا. اول حاجة اتكلمنا عن حقوق الاطفال وواجبات مين؟ وواجبات الاطفال. عرفنا ايه هي الحقوق وايه هي الواجبات. دي درسنا النهاردة زي ما قلت لكم درس سهل جدا وبسيط. اول حاجة خدنا حقوق الاطفال زي ايه؟ خدنا الجهود الدولية اللي هي الامم المتحدة عملت اتفاقية لحقوق الطفل. خدنا بعد كده الجهود المحلية اللي هي جهود دولة مصر، ايه الحاجات اللي عملته. اخر حاجة خدنا واجبات مين؟ واجبات الطفل. اتمنى النهاردة يكون الدرس يعني فهمتوه كويس واستوعبتوه، درس سهل جدا وبسيط. طبعا انا كده يعني شرحت لكم 4 دروس في الوحدة الثالثة، لسه عندي درسين في الوحدة الثالثة ويبقى كده خلصنا منهج الدراسات الاجتماعية. طبعا الدرس اللي بعده اللي هو الدرس الخامس بيتكلم عن مهن ومهارات للمستقبل، واخر حاجة اللي هو المستثمر الصغير. كده يعني اتمنى النهاردة تكون استفدتم من الدرس، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.